السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا إخوان؟ بخير الحمد لله. طبعا كما قلت لكم البارحة في فيديو الجزائر ضد المغرب عندما لعبت في دور الجزائر أني سوف أعدكم ألعب في دور المغرب. أنا اليوم راح ألعب في دور المغرب ضد منتخب بلدي الجزائر. طبعا هذه أول مرة في تاريخ ألعاب كرة القدم تلعب ضد فريق دولتك، لكن أنا سوف أجربها. طبعا راح أكون أول يوتيوبر راح يلعب هكذا. طبعا دعونا نلعب، ننتظر قليلا. يلا. يا أخي إعلانات هذه دائما ترفع الضغط، هذه الإعلانات يا إخوان. طبعا هذه اللعبة التي ألعب فيها لعبة كرة القدم، هذه فوتبول 2024. هذه بالإنترنت. طبعا أنا راح ألعب في دور المنتخب المغربي ضد منتخب بلدي الجزائر. طبعا هذه من تشكيلة منتخب المغرب، راح ألعب في دور المنتخب المغرب. هيا يلا، لقد بدأت بسم المباراة الله. بشكل يلا رسمي. يلا يلا. من هذا اللاعب؟ لا أستطيع قراءة اسمه جيدا يا إخوان. طبعا يلا. بن ناصر يبغى ياخذ مني كرة. يلا. طبعا أنا أتكلم قليلا سعودي، لا أعرف لماذا. أنا أصلا يعني كلمات مختلطة، يعني جزائري، عربي، سعودي. يلا يلا. زياش ماوي. أحرز هدفا للتو. طبعا سجلت هدف، راح أحكي باللهجة المغربية. أنا دابا غادي كنسجل هدف. يلا خلونا دابا كنشوفوا الفار. يلا ويا. طبعا أتمنى أن المغرب يسامحوني لأني لا أوجد تكلم باللهجة المغربية وبدارجة. مرة أخرى. يلا. تمريرة للكرة. تمريرة قصيرة. بوفال هذا. يلا سجل يا أخي. سجلنا هدف فقط، بس هدف أسطوري سجله زياش. يلا. وهذا من إذا رأيتوا اسمه اكتبوا لي تفهم. مزراوي. يلا سجل. تسديدة. صدها حارس مرمى. تمريرة قصيرة. يلا. يلا يا شباب. يعني شوفوا كيف يا أخي منتخبنا والله قوي، أقسم بالله يا أخواتي الكرام. منتخبنا وهو منتخب الجزائر قوي للغاية، والله قوي. يعرف يلعب كرة قدم. طبعا إذا حابين يا أخوان، غدا أو بعد غد أنزل فيديو البرتغال ضد الأرجنتين. حطوا لايك. يلا إلى فريقه. أنا ما أعرف ما اسمه. يلا. كنت مسجلها يا اخوان، بس صدى حارس المرمى. يعني انا طبعا هذا مندري حارس مرمى، حارس مرمى منتخبين الجزائر. دقيقتين نفذ الشوط الاول. طبعا يا اخوان بعد قليل ان شاء الله سوف نلعب الشوط الثاني. لعب كلا الفريقين بشكل جيد في الشوط الأول. الشوط الثاني سيكون معركة طاحنة. إعلان. أنا مسلم، يعني هذا خاص بالأذان. أنا لدي تطبيق أيضا خاص بالأذان. يعني هذا منتخب المغرب، والله حسبته غلط.
يعني عدنا لنلعب من جديد يا اخوان. طبعا عندي مرة الشوط متخاذلة الثاني. يا اخي. يلا ناس، يلا يلا يلا. اوه كيف انا راح اخذ من المنتخب الجزائري الكرة منتخبنا. لا 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 يا اخي. اوه بنجاح. اوه لا 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 يا اخي لا لا لا. اخيرا الله اكبر. واخيرا تمريرة قصيرة. يعني جات عندي الكرة. اوه 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 والله. تمريرة للكرة. يلا يلا يلا. تمريرة قصيرة. اوه لا لا. اوه جات عندي. اوه حسبت منتخب الجزائر مكان هنا. يعني طبعا في الشوط الثاني يا اخوان يتبادل مكان حراس مرمى مثلا ما بين مثلا اللي كان حارس منتخب المغرب راح في مكان حارس منتخب الجزائر، وحارس منتخب الجزائر ذهب مكان حارس منتخب المغرب. يلا ما اسمه سايس او انا بلعب مع محرز. يلا 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 يلا. انا ولا قاعد مع حارس مرمى. صباري إلى فريقه. جد عند بلاي. لا بوداوي هذا بوداوي. جيدة للكرة. يلا 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 يلا. هذاك بوفال. وش بيه هذا؟ تمريرة يلا قصيرة. يلا واشي. طبعا هذه لعبة كتابة اسماء اللاعبين فيها كما نقول، كيف نقول لكم في الجزائر نقول خرطة. ركلة مرمى. كذا نسجل. خرجت الكرة. كادت أن تخرج الكرة يا أخوان. والله احنا في الدقيقة 87. دقيقة 88. يلا يا شباب يلا حكيمي. يا حكيمي يلا صباري. صباري. انتهت المباراة. طبعا هذه مباراة طبعا انا فزت فيها يا اخوان. طبعا بصحة خواتنا المغاربة. كاين يقول مناكا، كاين يقول مغاربة. إلا أن النتيجة تستحق الجهد المبذول. طبعا لا ولا أحد يتعصب. كنت دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.